السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة اللهم صل على النبي هنعمل سمك، وهنعمل شوية رز صيادية اللي هو الرز أبو بصلة. واللهم صل على النبي. تعالوا نخش على المقادير، واللهم صل على النبي نخش على التحضير. معايا سمك السمك بلطي. انا فاتحاه يا جماعه، فاتحاه كده سنجاري مقلي. بصوا يا جماعه التنظيف، السمكه هي عامله ازاي. ده يا جماعه سنجاري مقلي. اللهم صل على النبي. ومعايا 4 بصلات مخرطاهم كده تقطيع صغير. ومعايا هنا ديت الخلطه بتاعت السمك. ايه عباره عن الخلطه ديت؟ تومه، معلقه توم كبيره. انا بعمل الخلطه ديت وبحطها في بطرمان عندي. وقت ما بخرج على قد السمك اللي عندي بخرجه كده وبحط شويه منه. بعمل حطيت معلقه توم كبيره، معلقه خل، ليمونتين، واللهم صل على النبي، معلقه كزبره، وكاري هي اللي مديه اللون اللي هو الاصفر ده يا جماعه. ومعلقه شبت، انا اسفه، معلقه بقدونس، ومعلقه ملح كبيره. وهنا الدقيق، انا حاطه هنا الدقيق في قلب الشنطه. ليه؟ علشان انا بحط السمكه في قلب الشنطه علشان ما تدهولش الدنيا، ما تدهولش ايديا ولا دهول الدنيا. الدقيق عليه حبايه البركه اللي هي الحبايه السوداء، وحاطه عليه اللهم صل على النبي، حاطه عليه معلقه سمسم، وادي ربع كيلو دقيق على قد زي ما انت بتعملي السمك. ديت مقاديرنا بسيطه وسهله. تعالوا نخش ان شاء الله على التحضير وبعد كده ان شاء الله. بصوا يا جماعه، دي تخريط البصله، ده تقطيع البصل. نحودها كده عشان في بنات صغيره معرفتش اللي هي تقطع ازاي البصلايه. ولما بتقطعي البصلايه كده على ايدك بتبقى بتبقى اطعم من الكبه كمان. كده يا جماعه حطيت كده زي ربع كوبايه زيت او اقل كمان. يا بركه حبيب رسول الله. كده بننزل بالبصل يا جماعه. يا جماعه احط على البصله معلقه سكر، دي اللي بتخلي البصله تاخد لون غامق. مش لون غامق اللي هو يكون لون محروق، عشان البصله ما تمررش، الرز ما يمررش معاكي، لا بنخليه لونه ذهبي كده، لونه ذهبي فاتح. فهي دي اللي بتسرع عمليه البصله اللي هي تتحمر تبقى كويسه. بصوا يا جماعه، ادي السمك. ايوه يبقى لون السمك كده. بحطه في الشنطه بطحنها كده. يعني الواحد ما يدهولش ايده.
السمكية كده بعمل كده، بدبلها من كل ناحية. تطلع كده. معايا بقى بخاخة كده، بديها بخة بسيطة يطلع زي بتوع السمك بتوع المحلات بره كده، رشة بسيطة كده. بننزل كده بقى ايه السمكية كده. البصلية ايه خليها تبقى ذهبي كده، وهنحط عليها على طول المية السخنة. يا جماعة رز البصلة يعني ايه كمون، هو بيحب الكمون. معلقتين صغيرين كده كمون حلوين. مكعب ملح. نخلي المية تغلي بس 5 دقايق عشان تاخد لون البصلة، عشان لو كنا حطينا الرز على البصلة مش هتاخد لون البصلة، هتبقى ايه الرزية لون ولون، لون ابيض لون بني. وادي السمك معاك يا جماعه. طالما معانا سمك كبير، السمك الصغير بنعلي له النار، اما السمك الكبير بيبقى وسط، النار بتبقى وسط كده علشان يستوي. وانا كده كده كمان فاتحاه ايه سنجاري اللي هو يبقى كده معاك، بتبقى ذهبي ازاي. اما السمك الصغير بنعليه النار ليه؟ علشان تبقى يعني السمكية لو وطيتي عليها النار هتنشف. واحنا بنعليه النار، مش النار يعني العالية قوي علشان ما تبقاش الحاجة تطلع نية، بس بتبقى النار كده النار للسمك الكبير بتبقى وسط. اما السمك اللي هو الصغير بنعليه النار علشان بتبقى تقليبه والثانيه وبنطلعه علشان يبقى طري. بصوا يا جماعه، بصوا السمك السؤال دي زي ايه